أكد المغربي الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن أن مباراة نهائي كأس آسيا 2024 بين منتخب النشامة منتخب قطر ستكون عائلية، ووعد بأن يقدم فريقه مستويات تليق بنهائي البطولة القارية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن المباراة المقررة غدا السبت بملعب لوسيل على 3:00 بتوقيف غرينتش: مباراة الغد ستكون عائلية لأنها تجمع بين منتخبين عربيين، وسنلعب من دون ضغط ونستمتع بهذه المباراة. وأكمل حديثه: المباراة النهائية لا تحتاج لتقديم كبير، مع رغبة الفريقين للوصول إلى إنجاز ولقب تاريخي. نحن نستعد بشكل اعتيادي من دون زيادة الضغط على اللاعبين، فالمباراة تتحدث عن نفسها. وواصل مدرب منتخب الأردن حديثه: نطمح لتحقيق هذه الكأس ونستمتع بالحضور في هذه المباراة، وأنا أعدكم بتقديم مستوى يليق بالنهائي، وسنحاول خلال المباراة تحييد التواصل مع المحيط الخارجي لتقليل الضغط على اللاعبين، والمواجهة ستكون تكتيكية في المقام الأول. وعن مشواره مع المنتخب الأردني قال الحسين عموتة: أنا راضي عمن حققته، هذا كان تحديا شخصيا بالنسبة إلي، فريقنا مكتمل بنسبة كبيرة لمباراة الغد، ومنتخب قطر ليس سهلا. أنا لا أفضل الحديث عن نفسي، ونتائج الفريق هي نتيجة مجهود المجموعة كلها وليس المدرب فقط. وعن الانتقادات قبل انطلاق البطولة ومستقبله مع منتخب الأردن قال: دائما عندما يخسر الفريق يتحمل المدرب المسؤولية، والعكس في حالة الانتصارات. لا ألتفت كثيرا إلى حديث النقاد في الإعلام، الحديث عن مستقبلي مع المنتخب الأردني سيكون فيما بعد. وأشار مدرب منتخب الأردن إلى دور الاتحاد القطري في تجهيز لاعبي منتخب قطر، وذلك بقوله في ختام حديثه: الاتحاد القطري لكرة القدم يقوم بعمل كبير من خلال أكاديمية أسبير في إعداد لاعبي المنتخب، ونقدم الشكر لدولة قطر على مساعدتنا في التحضير لهذه البطولة القارية. من جانبه قال سالم العجالين مدافع منتخب الأردن خلال المؤتمر الصحفي: نحن سعداء وفخورون بالوصول إلى المباراة النهائية، ونعلم أنها ستكون قوية أمام المنتخب القطري. سنبذل قصارى جهدنا لصناعة التاريخ للكرة الأردنية. وأضاف: المواجهة ستكون عائلية واللقب سيكون عربيا. نحن في قمة التركيز قبل مباراة الغد، والأجواء بيننا رائعة، وهذا سر من أسرار قوتنا، وما حققناه إنجاز للجميع. واختتم: نعمل بمنظومة متكاملة، نمتلك لاعبين على مستوى عال ويسجلون الأهداف، كما هو الحال لدى منتخب قطر، لذلك نؤمن بحظوظنا في المباراة النهائية.